الستات فعلا مسرفة عن الرجالة، وسلوكها في صرف الفلوس بيتغير خلال الشهر الواحد، على طول حاسة ان هي محرومة، ان هي فلوسها محسودة، وان ناقصها حاجات لازم تشتريها. بس ده سببه اختلاف اصلا جسم الست عن جسم الراجل، فده بيأثر على ادارتها للفلوس. والسبب هو هرمونات المبيض، البروجسترون والاستروجين، خصوصا الفترة اللي بتكون قبل البيريد ب7 ايام واثناء الدورة الشهرية. الست فيها بتميل انها تشتري حاجات كتيرة، خصوصا المنتجات اللي هتخليها تبان انها احلى، مغرية اكتر، زي الميك اب والبرفيومز. تاني حاجة ان هي تاكل حلويات وتاكل من بره اصلا، وده استغله هايبر نيوزيلندي بانه حط قدام سيكشن بيع الفوط الصحية سيكشن بيع شوكولاتات وحلويات. بيستغلونا بيولوجيا. التصور التشريحي لدماغ الست اثناء الدورة الشهرية اثبتت فيه الاشعة ان بيكون في تغيرات في القشرة الامامية المعروفة ب OFC او Orbitofrontal Cortex، وده الجزء المسؤول عن تحفيز وضبط وتنظيم العواطف. وده بيفسر لنا سلوك الست ان هي اوريدي بتعمل كل ده بس عشان تكون مستقرة نفسيا وعاطفيا اكتر. في تجربة اتعملت على 433 ست من عمر 18 ل 50 سنة، اثبتت ان في تغيرات في جسمها وفي سلوكها، ما عدا 21% من الناس دي. بس ال 21% من الناس دي كانوا بيتعاطوا حبوب منع الحمل اللي اوريدي بتقلل هرمونات المبيض، فده معناه ان السلوك واحد عند كل الستات. فلو صاحبتك او مراتك او بنتك عندها البيريد، يا ريت ما تروحش معاها المول، سمعها كلام حلو واكلها اكله حلوه عشان بس يبقوا كويسين. تمام، سلام عليكم.